انا عارف انك انت مريت بتجارب كتيره وحاجات كتيره قوي عدت عليك سواء في الجامعه او بره الجامعه، بس ما تسمعش الكومنت بتاع انت صغير. شكلك صغير. ما تسمعش الكومنت ده؟ بسمعه كتير طبعا، يعني مش كتير قوي، كنت الاول بسمعه كتير، دلوقتي اقل شويه. بسمعه، بس دايما الناس بقت برضو فاهمه القصه دي، ان ان الجراحات الحديثه بتاعت المناظير وجراحات السمنه وكده، الاجيال بتاعتنا اتعرضت ليها كويس وخدتها من اول ما بدات ومتعلمه كويس. والناس تقول لك شكلك صغير، بس انا اي تراست يو، انا عندي انا واثق فيك، واثق مرتاح للشغل معاك، شايف حالات عملت معاك والدنيا ماشيه كويس الحمد لله. يعني بنشوفه، بس معظم الناس في المجال دوت في الميدل ايج زي ما بيقولوا، يعني مش كلهم في الاكبر جدا ولا كلهم صغيرين. فالموضوع في البارياتريك اسهل شويه يعني. ما تجاربك في تيم الزرع فرقت معاك ايه في شغلك دلوقتي كجراح سمنه؟ فرق كتير جدا. وعايز اقول كمان معلومه مهمه، الناس مش عارفاها، الفيلوشيب في امريكا وفي اوروبا بتبقى بارياتريك وهيباتوبيليري، يعني باختصار الدوره التدريبيه اللي بياخدها الجراح المتخصص بيبقوا الاثنين مع بعض. الناس مش فاهمه كلمه اصلا زرع، لو احنا عايزين نشرح لهم برضه الموضوع. احنا فكره الزرع، احنا زراعه الكبد ديت والتعامل مع القنوات المراريه والبنكرياس دوت بيضيف للجراح وبيتقله في التعامل مع الاوعيه الدمويه، التعامل مع لا قدر الله النزيف والكلام ده. وده بره بياخدوهم مع بعض، يعني في حاجات في الجراحه العامه ديت متقسمه لسبيشالات. الاثنين دول محطوطين بره في الفيلوشيب بتاعت امريكا مثلا، البارياتريك مع الهيباتوبيليري اللي هو الزرع، اللي هو زرع الكبد بالاخص من زرع الكبد. فطبعا بيفيد جدا وبيخليك اكسبوزد على الفيلد دوت، وهم قريبين من بعض، هم كلهم في الابر ابدومين. فلا طبعا بيفيد جدا وبيتقلك وبيخلي عندك نوليدج واسعه وصبر طبعا، مهم جدا. وتعامل مع الاوعيه الدمويه كويس، تقدر لو حصل حاجه بيخليك كوشس. طبعا مفيد، والا ما كانوش حطوهم مع بعض في الفيلوشيب. فطبعا استفدت بيه كتير جدا، بقالنا 5 سنين في زراعه الكبد. محدش يعرف بتهيألي الموضوع ده عنه. لا محدش يعرف. محدش يعرف الموضوع محدش يعرف، فكرة مش كتير. ان فكره الزرع نفسها فكره مش خطوه واحده، ده 3 عمليات في مكان واحد، في عمليه واحده بحالتين بموضوع كبير. بالظبط. وحته الاوعيه والتعقيدات بتاعه النقل ما بين المتبرع للمستقبل بالظبط. يعني القصه مش صغيره. القصه مش صغيره خالص. فالموضوع انك انت تبقى راجل شغال في الحته دي، الموضوع اكيد فرق على الخبره وعلى العامل أكيد. وسرعه التعامل مع أكيد. الظروف اللي ممكن تواجهك. اكيد فرق كتير جدا.